كل العربيات الرينو اللي بشوفها في الشارع بيبقى منظرها كده، فوانيس الليد بتاعتها بتبقى مصفر، مش عارف ليه، واشمعنى الرينو تحديدا بيحصل فيها الموضوع ده بدري. وكمان اغلب العربيات اللي فوانيسها ليد بعد ما بتقدم شويه لونها بيبدا يصفر كده. طب ايه السبب وايه الحل؟ انا هقول لك. فوانيس الليد بالبلدي كده بتبقى عباره عن كنترول كهرباء وشبات ليد محطوطه على بورد، وعشان احنا في بلاد حر والليدات دي شغاله على طول فبتبدا تتاثر بدري. فعربيتك لو عملت كده الحقها بدري، لان كل ما بتتاخر كل ما نسب الاصلاح بتبقى اقل. في جروب على الفيسبوك من شباب محترفين اسمهم كودينج ماسترز، متخصصين في شغل الكهرباء والكودينج والسوفت وير بتاع العربيات. الناس دي بقى بتعرف تصلح العيب ده في الفوانيس، بيفكوا الكنترول بتاع الفانوس ويصلحوا الشبات الليد اللي بدات تبوظ، فاللون بيرجع تاني بنسبه 90% زي الزيرو. بس خلي بالك لو سبت الموضوع ده لحد ما الفانوس يصفر خالص بتبقى نسبه الاصلاح فيه ضعيفه جدا، لانه ساعتها الاصفرار ده بيبقى دخل على الاكريليك بتاع الفانوس نفسه، وساعتها التصليح في الكنترول ما بيبقاش الحل وبتضطر تغير الفانوس كامل. وطبعا كلنا عارفين الفانوس سعره كام، او تفك الباغه بتاعه الفانوس وتغير الاكريليك بتاعها، وبرده ده ما بيبقاش انسب حل. فلو فانوسك عمل كده الحق روح لهم الاول قبل ما تفكر تغيره. هسيب لك اللينك بتاع الجروب بتاعهم في الكومنتات.